قدر الله ما شاء فعل. خسارة تالتة من السنغال مؤلمة فعلا. كان نفسنا طبعا نتيجة أحسن من كده. بس اللي مضايق الواحد مش الخسارة، اللي مضايق هو عدم المحاولة للمكسب. ومن الغباء إنك تكرر نفس الفعل 3 مرات ومنتظر نتيجة مختلفة. إحنا في نهائي أفريقيا وصلنا الماتش 0-0 والضربات جزاء، وخسرنا بضربات الجزاء. في ماتش كأس العالم كسبنا في القاهرة 1-0، ورحنا في السنغال دافعنا، خسرنا 1-0 ولعبنا ضربات جزاء وبرضه خرجنا. والنهاردة انت بتكرر نفس الفعل. فكرة ان انت ما بتحاولش عشان تعرف اذا كنت تقدر ولا ما تقدرش. وما بحبش نغمة الناس اللي عمالة تقول اصل هي دي امكانياتنا وهي دي مش عارف ايه وما نقدرش نفتح اللعب مع ناس زي دي. اوكي، ما امكانياتنا وكل حاجة، بس انت ما حاولتش عشان تعرف اذا كانت امكانياتك دي تأهلك ولا ما تأهلكش. هي دي المشكلة. امبارح مثلا، طب ما ألبا سيتي كسب ريال مدريد في الكاس 3-2. لو علبق على الإمكانيات وهي دي إمكانياتنا ما كانش راح الماتش أصلا، أو كان حاول يوصل الماتش 0-0 وضربات جزاء ولعل وعسى ضربة حظ تأهله للفوز. ده كسب 3-2، يعني جاب 3 أجوان في ريال مدريد بعيدا عن ظروف ريال مدريد، بس هو في الآخر ده فريق درجة تانية. هو ده اللي مضايق الواحد. يا جماعة حاولوا. لقيت ان الماتش من اول 5 دقايق باين التوتر علينا وباين القلق، بداية متوترة واحنا اللي خايفين، في حين ان هم اللي المفروض يخافوا منك. انت اللي عندك دوافع، انت اللي عندك رغبة اكبر. انت اللي بعيد بقالك فترة وعايز تثبت ان انت منتخب كبير ولسه منتخب كبير. انت اللي اخر فرصة لجيل محمد صلاح وتريزيجيه والشناوي ان هم ياخدوا بطولة مع المنتخب. فهي ده اللي مزعل الواحد. مش بقول ان احنا نفتح ماتش بس على الاقل حتى لو فتحت الماتش انت هتكسب احترام الناس، تكسب احترام العالم اللي بتتفرج ورايحة تتفرج وقاعدة تتفرج عليك. انما هل انتوا كان عاجبكم المنظر اللي احنا كنا فيه امبارح ده؟ اول هجمة واول ركنية في الدقيقة 88، واول شوط على الجون في الدقيقة 95. هو ده كده يعني احنا كده مبسوطين؟ اصل احنا هي دي امكانياتنا؟ اكيد لا. اللي مضايق الواحد ان انت ما عافرتش عشان تكسب، ما حاولتش تبين ان انت عندك رغبة ان انت تكسب. انت قاعد عامل زي الملاكم اللي واقف في الكورنر في الحلبة ومخبي وشه ومستني. ما انت هتيجي واحدة وهتفلت وهتلبس في وش. وده اللي حصل. ساعتها مش هيبقى في مجال للتعويض لان انت ما ساعدتش لده، ما قسمتش المباراة. طب انا لو جبت جون بدري، طب انا لو جاي فيا جون بدري، طب انا لو جاي فيا جون متأخر هعمل ايه؟ هلحق اعوض ولا خلاص هو كده انا يا يلبس الجون يا افضل بقى مستموت ورا؟ للأسف حاجة محبطة جدا ومضايقة الواحد جدا. كان في الإمكان أحسن مما كان كأداء، إنما كنتيجة وكلنا كنا متوقعين قبل البطولة إن ده يحصل ونوصل سيمي فاينل. أنا واحد من الناس كنت متوقع إن إحنا نوصل دور 8 أو دور 4، بس ما كانش ده حل معظم الجماهير. كان نفسي بس نقدم أداء أحسن من كده، وساعتها كلنا كنا هنطلع ونسقف للعيبة وحسام حسن. هو ده الفرق بس اللي الواحد كان مستنيه. إنما لا إحنا أقوى منتخب في البطولة ولا إحنا أقوى سكواد في البطولة. أرجو إن يكون ده درس لينا نتعلم منه. طول ما أنت خايف عمرك ما هتقدر توصل لحاجة. وما نلعبش الفرق الكبيرة في الوديات، ونبعد عن البطولات الكبيرة علشان ما نشيلش نتائج كبيرة. لما تواجه وتتعلم وتخسر بنتائج كبيرة هتتعلم ان انت ازاي تعدي من المواقف ديت وما تقعش فيها تاني، ويبقى عندك شخصية ويبقى عندك إرادة ان انت تبين احسن من كده كتير. سلام.